مرحبا يا جماعة، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت أجرب مطعم الهندية وحبيت أشارككم معايا هذا المنيو وأكلات بسيطة وطعمها مرة حلو. هذا روتي جناي والتاني توسي. التاني طبعا هو عبارة عن الملوح وهذا خبز طبعا. هذا التوسي والتاني روتي جناي. طبعا طعمها مرة رهيب ويجنن. اليوم عندي مشاوير كتيرة. إذا مهم عندكم تابعوني، وإذا عجبكم فيديو لا تنسوا تعملوا اللايك. قبل ما نتحرك حجزنا الباص. طبعا هذا الباص باص التمام الآتي وسنتابك، يعني لازم قبل ما نتحرك على البيت أو أي مطعم أو أي مكان لازم نحجزها عشان نلحقها. طبعا هو الانتظار بياخد ربع ساعة كده، مشان كده افتكرنا إنه نحجز ونلحق فيها. لكن للأسف كده مرت مثل ما انتم شايفين وكده، يعني خططنا بالكامل. طبعا أنا كنت ناوي أتسوق على السنتاباك، بس يعني ما قدرت. إذا قلت إنه إذا افتكرنا إنه ننتظر الباص، هذا الباص ما بيجي إلى الساعة وساعة ونص، والآن عندي الساعة 5 مساء ولازم ألحق. طبعا لازم ألحق السوق، ولأن إحنا عندنا الماركت بيتقفلوها الساعة 10 في الماليزيا، كل المكان راح يغلقوها، وأنا لازم نلحق اليوم ونتسوق، ونحن محتاج أشياء كثيرة أبي أشتريها. مشان كذا غيرت الخطة، والحين رايحة على اللولو ماركت. قبل ما أروح لولو ماركت طبعا كان عندي مشوار على البوكن بنتان وبافيون، كملتها مشوار البافيون. الحين وصلت على الباص ستوب، راح انتظر يلا 10 دقايق كده راح يجي. طبعا الباص الستوب حق اللولو مول حق البوكن بنتان كلها ما بياخد إلا ربع ساعة 15 دقيقة كده، ما يطول. الحين وصل ونطلع على طول، كل 15 دقيقة راح يجي هذا الباص. نبغة الجرس ياخد رنقتين أو رنقدون و50 سنتي، والمقعدة فاضية ما شاء الله يا سلام، ونقعدت على طول. طبعا بعد ما قعدنا ما ياخد الطريق إلى 15 دقيقة راح نوصل على الشوكت. وبعد ما وصلنا الشوكت أخذنا الباص ورحنا بوكن بنتان. وطبعا ما قدرت إني أصور لكم، يعني أطول عليكم، وكان عندي يعني كنت مستعجلة صراحة. الحين أنا وصلت في بوكن بنتان وكملت مشاويري، فالآن راح أكمل الطريق طبعا. فالحين هنا مثل ما انتم شايفين هنا البوكن بنتان، يعني مكان مميزة جدا وجميل، وإن شاء الله في وقت إذا لحقت راح أصور عليكم بالراحة. لا الآن أنا مستعجل جدا على مشاويري وكل ما لحقت، وهذا القطار جميل وحلو، مرة حلوة صراحة. طبعا الآن الوقت ما كفاني، فبعد ما رحنا الشوكيت أخذنا القطار ونزلنا. طبعا أنا ما قدرت أصورها على القطار وأي مكان، لأن خروجي كان الشكل سريع وكنت مستعجل جدا. فأنا الصراحة أصلا ما افتكرت إني أروح بوكن بنتان، فكنت أفتكر إني أروح التمام الآتي وأرجع. لكن للأسف بعد ما راح الباص وقتها خيرت خطتي. وتخيلوا نحن في الخط الآن تقريبا الساعة 6:30 كذا، يعني تقريبا ساعة ونص كنا في الخط. وعلى مشاويري كده كنت عطشانة يا جماعة، عشان أخذت الموية. الآن طلعت الكبرى وخلاص، لولو ماركت باقي لنا شوية بس. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، المنظر حلاوة لولو ماركت. وطبعا هذا اللولو ماركت متوفر جميع الأكل. نحن طبعا أكلاتنا العرب كلها موجودة، لا حد يقول إنه ماليزيا ما لها موجود أكلات العرب، مثل الجبن اللي نحن نحبها، بوك، كل الأنواع موجودة. فشفت هذا العطر صراحة بس ما عجبني إنه شكلها مو أوريجينال، فسعرها 25 كده، معنات رخيصة لأنها مو يعني ما انها أصلية. مشان كده أنا ما حبيت العطر، ريحتها حلو بس ما يطول، مشان كده ما حبيت. وهنا أماكن الشامبوات والكريمات، فحبيت كريم وأخذتها. والكريم النيفيا مرة حلو جدا أنا دائما بستخدمها. فهدول صراحة من زمان كنت أستخدمها، مع الوقت وقفتها هذه، وهذه أخذتها نيفيا، شي ضروري طبعا نيفيا. وهذه مرة مهم عندي للفطور. طبعا في برا راح أسجله وأوريكم إن شاء الله فطوري روتينيتي. طبعا يوم روتيني بالكامل. هذا هي الجبنة، يعني ما حد يقول إنه ما عندهم الماليزيا أكل العرب. هذا السوبر ماركت موجود أكلات العرب، ما أنكم شايفين يا عالم. حبيت أشارككم لأنكم أنتم في القلب يا خالقين.
فهذا جبنة بوق وسعرها كويسة. وهذا جبنة وهذه أنكور، زبدة أنكور. أنواع وأشكال موجودة هنا أكلات العرب، حتى الإندومي العرب موجودة، إندومي السعودية كنا ناكل، وإندوميات في اليمن ناكلها. طبعا عصير التفاح يا سلام يا حليله، من ما يحب العصاير. خلاص الحين كذا خلصنا شغلنا ورايحين طالعين، راح نحاسب ونطلع. طبعا تخيلوا الحين الساعة كم تقريبا الساعة 9 بالضبط، وبعد شوي كذا راح يوقف. يعني طبعا الباصات راح يوقف تقريبا 11 بيوقف الباصات. طبعا احنا طلبنا قراب وللأسف ما وصل القراب كمان، اضطرينا كمان ناخذ الباص. تخيلوا نحمل الثقل. خلاص أنا انتهينا اليوم أنا وأختي. إن شاء الله أشوفكم الفيديو قادم. سلام.